المغربية قد تطال المغرب خلال المرحلة الراهنة، والشعب المغربي سيكون خلف القيادة والملك مهما كانت الظروف. أزمة سياسية مفاجئة، توتر الأجواء بين المغرب والجزائر، تمرق إن شاء الله على خير. حالة من الحزن والحداد تلف المغرب لحدث ما سيكون. تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع يعني حالة من السياسيين عيد على حيب، حالة من السياسيين اللي حكينا عنهم شي مرة. نعم. يعني مش ضروري، مش عم بحكي عن اليوم انا. نعم. شي مرة بكل السنين كنت تطلع فيهم على التلفزيون، ان كان بتاريخ يشهد او مع نشان او مع ريمان جيم او بحي الله برنامج ان كان. عرض عليك مصاري قال لك ليلى اطلعي احكي عني بالمنيح، قولي انه اسم هيدا السياسي الفلاني رح يوصل، رح يعمل، رح يصير رئيس، رح يصير نائب، رح يصير. بحياتها ما صارت. بحياتها ما صارت؟ بحياتها ما صارت. حدا يقول لي اطلعي احكي عني بحياتها ما صارت. لما تطلعي تقعدي معهم تتوقعينهم وتشوفي لهم يعني هيك ببلاش لله. عن مين بدي احكي؟ لا يعني بس تطلعي انا انا سياسي. عن الطبخ والشغل، عن مين بدي احكي؟ انا سياسي. نعم. لقيت ليلى، قلت لها ليلى شرفينا لعنا على البيت، بدك تشوفي لي. جيت لعندي على البيت. ايوه. شفتي لي. نعم. كيف بتفلي؟ فل. يعني شو معك ماديا؟ ما خصك. بس تقبضي. ما دخلك. ليه زعجتي يعني؟ لا ما دخلني، اكيد ما دخلني. هذا السؤال ما بينسأل. لوك اكيد ما دخلني، بس انه انا عم بسألك اذا بتتاخذي اجر مقابل الخدمات توقع السياسيين. خلي واحد سياسي يدق لك يقول لك اني انا قبضت منه شيء. ما بدي اطلب الحال يدق لي يقول لي. طب ما بقول لك ما في. لو ماني ماكل ما بسألك. لا ابدا. لو ماني ماكل ما بسألك. لا ما في ولا حدا بيقول لي اطلعي احكي عني. انا بقول لك. تفضلي. عم جرينا عامل شيء ما بدي اعمله. تفضلي شوفي لو سمحت. شو بدي اشوف؟ تفضلي. من فرنسا بنك ليلى عبد اللطيف 150,000 دولار وشلت الاسم انا قصدا لانه ما بدي اقول. وين جايبه؟ من فرنسا بنك ليلى باسم ليلى عبد اللطيف، شيك بتاريخ 8/11/2012. ما لك حق تجيبه. الي حق صار ساعة بس يقول لا. ما لك حق. الي حق. ما لك حق، واذا بتخلي تشيك انا لا تفضل. انا فيلم الحلقة. ليلى اخر همي انا فيلم الحلقة. ليلى. اذا ما بتشيله فلي انا هقول لك. طيب شيله. على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا السؤال وردني عن امرأة تسمى ليلى عبد اللطيف، يزعم أنها خبيرة في المسائل الجيولوجية أو الفيزيائية، وتظهر على بعض القنوات في حلقات متسلسلة تقرأ من ورقة حول بعض التوقعات. تتوقع الزلزال بالمغرب وتتوقع وكل ذلك يقول البعض تكون غالبية توقعاتها صحيحة. فالسؤال هنا، هل تعلم هي الغيب؟ ثانيا، هل يمكن أن نصدقها فيما تقول؟ في الحقيقة هذه المرأة التي ظهرت مؤخرا والتي كثر الحديث عنها في وسائل الإعلام وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي ارتباطا بتوقعاتها، والتي جعلت الناس ينتبهون إلى أن جل ما تخبر عنه يتحقق بنسب متفاوتة. في الحقيقة أنها ليست وحدها، ولكن هنالك أيضا الفيزيائي، العالم الفيزيائي الهولندي الذي يقول نفس ما تقول، خاصة علاقة بالزلازل، وخاصة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وهذا الزلزال وأيضا ما وقع في ليبيا. ومن قبلهم كانت هنالك امرأة تسمى مايا صبحي في حلقات متسلسلة بعد فشل الثورة وقيام الثورة المضادة في سنة 2013-14 كانت تستدعى لكي تتحدث عن مثل هذه الأمور، ثم اختفت بعد ذلك، وأصبح الكلام عليها أيضا في نفس الاتجاه وفي نفس الموضوع الذي يطرح الآن، وهو قضية التنبؤ بهذا الذي يحدث. هل هي فعلا تتنبأ؟ هل فعلا هي تتنبأ؟ أما التنبؤ
مسألة وقت الزلازل فالعلماء كلهم يقولون أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بوقت الزلزال. هذه واحدة. ثانيا، مكان الزلزال، أن علماء الجيولوجيا كرئيس مركز الزلازل بالمغرب حينما تحدثت عن توقعاتها بأن زلزالا سيضرب المغرب خرج بتصريح يقول بأن هذا كلام لا أساس له من الصحة، خاصة وأن المغرب يقع في موقع جغرافي جيولوجي لا يتعرض للهزات، أي في موقع جيولوجي ثابت. إذن فهذا أجابها بعد ذلك مباشرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فهل هذه تنبؤات؟ هذه تنبؤات؟ لا، هي تقرأ من ورقة، ونفس الذي تقوله يقول ذلك العالم الهولندي، فكأنما يقرآن من نفس الورقة، أي أن ثمة من يكتب لهم الورقة لكي يقرأها هؤلاء ولكي تنشر بأوامر من أولئك الذين يريدون تحقيق مآرب قد سطروها، أن يقرؤوها هكذا علانية على هذه الشعوب. المسألة إذن أغلب الظن أنهم يقرؤون شيئا مكتوبا لهم. لا إله إلا الله. ولذلك هناك حديث كبير حول ما يسمى اصطناع الأزمات، اصطناع الزلازل، اصطناع، لا إله إلا الله. قد يستبعد الإنسان هذا الأمر، بل هنالك الحديث الذي يتكلم عن منظومة هار التي اخترعها أحدهم، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمنظومة هار هي الاعتماد على إشعاع كثيف يعبأ لتلك الفترات، ويمكن أن يستعمل في مثل هذا. لكن هذه تبقى فقط مجرد كلام يتكلم عنه بعض العلماء، لأنه ليس من الصدفة أن يتحدث كل هؤلاء في وقت واحد عن كوارث تقع ويتفقون على هذا الأمر وهم يقرؤون من ورقة. ولكن دعونا نجيب عن السؤالين المطروحين من قبل الناس. إذن في الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، هل يعلمون الغيب هؤلاء؟ من اعتقد أن ثمة مخلوق يعلم الغيب فليراجع عقيدته. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وما أنزل على رسول الله، أن له لا يعلم الغيب إلا الله.